من الجهه اليسرى في 39 امداد من حاتم الجاوي مالك لندلسي في وسط الدفاع يفتح النتيجه للبقلاوه ونهايه الشوط الاول على اسبقيه لابناء الاسعد الدريس. الشوط الثاني يبداه البقلاوه بقوه دائما الجهه اليسرى مصدر الخطر. الثنائي حاتم الجاوي وهيثم البغدادي يشكلوا عبء ثقيل على دفاع السيد. ضغط عالي من هيثم بن سالم توصل فيه الكره الى الشاب البغدادي اللي يراوغ ويسجل الهدف الثاني. الكره تدور كما يلزم بين ياسر جلاسي ومحمد بن علي اللي حاول يخرج البغدادي في وضعيه مناسبه وكره الهدف الثاني تسجيل. الملعب التونسي رغم تسجيله لهدفين ما تراجعش للوراء. الجهه اليسرى في نشاط متواصل عمليه منسقه توصل لياسر جلاسي اللي يراوغ يسدد ويسجل بامتياز ثالث اهداف البقلاوه. تغييرات المدرب لطفي القادري ما عطاتش فكره. كان بامكان الملعب التونسي تسجيل اكثر من هدف بشباك عبد القادر شوي. تغييرات اسد الدريزي خلت الملعب التونسي يتراجع للوراء في حين لطفي القادري يلعب كل اوراقه ورغم انه الملعب الجيبسي يتمكن من تهديد الفارق الا انه عجز على تدارك الهزيمه امام المردود المتميز لفريق البقلاوه اللي حقق انطلاقه طيبه بانتصار رد به الاعتبار من هزيمه الموسم الفارق من امام نفس المنافس في حين خيبه امل رافقه اداء ابناء السيده رغم الكم الهائل من الانتدابات. الوالد ديما تجي تفرج فيك ولا اليوم حتى تلعب اختلاف؟ اليوم اول مره تجي حمود مبروك عليه. خدمت على روحي في الكراسيون كامله جاتني فرصه ما ضيعتهاش والحمد لله ان شاء الله نكمل هكا وان شاء الله الملعب التونسي من احسن معليش منرفز لا ساعات خرج من البستيان. لا بالعكس انا مع الملاعبيه بتاعي فرحان والجو باهي في التونسيات. بالنسبه لي انا الملعب التونسي هذه جمعيتي تربيت فيها قاعد نخدم فيها بقلب ورب ما عندي حتى قلق. عندي معناها رئيس جمعيه تربطني بها علاقه معناها كبيره نخدم مع ناس محترمين بس التونسيه ما فماش علاش نخرج اسعد متغش. بالنسبه للأوتوماتيزم البروكسيماتيزمون كاين ينجم يكون موجود خاطر 80% من التشكيل تاع الموسم الفارق اللي ما مشاش انه ثم للامانه ثم ريديسيون شي سيرتان جوار على مستوى الاداء. في البستيان نتفرجوا بعض. اللي يقولوا لي الصور مش حاضره نرجعوا لها بعض لحظات لكن مولات وهو الكاتب العام المستقيل العائد للملعب التونسي بين نتاج ادريسي كل واحد يتهم بالاخر كل واحد يقول الاخر انه يستنى فيه في الدوره كما نقولوا الاجواء هذه ما التونسي حط رايك هل هي تمكن ان الجمعيه تخدم في السيرينيتي تخدم في مناخ ايجابي ولا؟ خاصة في ظروف انه فما انتصار معناها حق الملعب التونسي مقنع وشفنا حتى اهداف جميله معناها وترضى انه الموسم باش يكون متميز تاع الملعب التونسي. الان المسؤولين هما براسهم واضحه نتوجه خاصه للمسؤولين لان المسؤولين هما لازم يكون عندهم اكبر ثقل على مستوى معناها الضغط النفسي لازم يعرفوا يتحكموا في الضغط النفسي اللي يعيشوه وبالتالي معناها ما نعرف الاستاذ اللي عاقل في الدنيا وكل شيء ولكن معناها ديما نرمي المسؤوليه على المسؤول انه هو لازم يكون حتى كان يقع في تصرف غير مقبول من طرف لاعب او من طرف مدرب فالمسؤول هو ما يعيش شكل الضغط والشد العصبي اللي يعيشه المدرب واللي يعيشه اللاعب لازم يكون هو معناها سيكولوجيكمون بلو كالم.